السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عامر روكس الكينج روكس. رجع لكم مقطع جديد، مقطع جلتشات يا اخوان. ما بيطول عليكم، لايك اشتراك الشانل وصل 120,000 مشترك. كود الايتم شوف الله يسعد كل شخص يستخدمه. وخلونا نبدا المقطع، ليتس جو. طبعا عندنا اول جلتش بمقطع اليوم اللي هو بهذا الماب، رغم الماب موجود عندكم بالمقطع، وراح ندخل الماب ونسوي الجلتش الاول. اوكي تدخل الماب يا اخوان بالكرياتيف طبعا، لان تقريبا كل الجلتشات حاليا بالسيزون هذا كلها بالكرياتيف. تمام اوكي الان ندخل الماب مع بعض ونشوف الجلتش الاول يا اخوان. هذا الجلتش شغال الان يعني ساعة ما ادري كم، اليوم تاريخ 11/12، فالجلتش شغال تقريبا العصر الان، يمكن لا بالليل ويشيلونه بهذا الماب. الزبده تنطر لما يخلص الوقت، هو يبلش منه ومن نفسه الماب اوكي عشان يضبط معك الجلتش. اوكي يلا يا اخوان بقى ثانيه ويبلش. نفس ما قاعد تشوفون تنتظرون، سرعت لكم المقطع عشان ما تملون، وطبعا ما غنيت ترى ولا شيء. الزبده يبدا الماب، اول ما يبدا الماب على طول تمام كان مبلش الماب. اول ما تبدا اول جلتش واللي هو موجود بهذا الزر اللي هو بيلد ريست تمام. تضغط عليه مربع على طول راح يعطيك اكس بي، تضغط مره ثانيه مربع يعطيك اكس بي. يعني هذا الجلتش يعتبر اول ماب بيلد يعني بيلد يوجد فيه جلتش اكس بي. طيب كينج ليش يعطي عدد قليل؟ لا يا اخوان، هذا الماب فيه 4 جلتشات عن طريقه تاخذ اكس بي، راح اشرحها كلها. اولها هذه، اذا انت خلاص خلصت الجلتشات وكلها حذفوها فورتنايت، ما بقى عندك جلتشات، جرب هذا الجلتش لانه شغال وراح يزودك ليفل. نفس ما قاعد تشوفون، حاول انك تضغط سريع عشان تزود. انا قاعد اضغط شوي تزود كثير يعني. فقط كل ما عليك انك تدخل الماب وتضغط على الزر حق بيلد ريست تمام. كل ما تضغط تزود، كل ما تضغط تزود. راح يعني ابقى اضغط ليه ما يصير 1000 2000 عشان تشوفون بعينكم ان هذا الماب اقوى، يعني اقوى جلتش انا قاعد اشوفه موجود حاليا باللعبه وشغال 100% وما عليها اي باند. لان الجلتشات اللي تصير من اللعبه نفسها او اشخاص يسوون مابات ما عليها باند، لان اللاعبين اذا عطوا كل اللاعبين اللي يسووا جلتشات باند راح يخسرون عدد كبير من اللاعبين، فما راح يعطيك اي باند ولا شيء. لان انا قاعد اشوف ناس يكتبوا لي كينج عليها باند ولا لا، ما عليها اي باند يا اخوان. تاكدوا نفس ما قاعد تشوفون انا قاعد ازود وما راح يعطوني اي باند ولا شيء، لا تخافون. لان الجلتشات يعتبر جلتش. شنو معنى كلمه جلتش؟ انه خلل باللعبه نفسها، فما راح يجيك اي باند. وفورتنايت مو اغبياء عشان تعطي اللاعبين حقها كلها يعني باندات. الباند ما يجي بسبب تافه نفس الجلتشات وهذا. فكلكم سووا الجلتشات الاكس بي، الناس اللي مهتمه بالليفل، وسووا تحديات الاسبوعيه والتحديات اليوميه عشان تاخذون اكس بي. والجلتشات هذه خلوها شيء احتياط وزياده عشان توصل ليفل التير 100 او التير اللي تبيه توصله باسرع وقت. وهذه اول طريقه بالماب نفسه، فخلونا نروح للطريقه اللي بعدها. طبعا الطريقه الثانيه تجي عند الالوان هذه بالماب نفسه يا اخوان. كله بس تجي هنا وتضغط مربع، بس تضغط مربعات راح يزودك اكس بي. طيب ليش الاكس بي شوي يا اخوان؟ اذا انت خليت اخوك صغير او انت ما عندك تحديات اسبوع هذا، ترى راح تطلع بعدد حلو من الاكس بي وراح تزود تيارات او ليفلات بسرعه. فهذه الطريقه الثانيه بماب واحد. عندنا 4 طرق بماب واحد موجوده بهذا الماب يا اخوان. هذا الجلتش شغال الان. في جلتشات ثانيه ولكن حذفوها اللي هي تزودك الاف بسرعه، ولكن هذا الجلتش الان موجود وشغال نفس ما قاعد تشوفون. هذه الطريقه الثانيه بالماب الاول. الطريقه الثانيه حتى يمديك توصل 1000 اكس بي. انا ما راح اوقف ليه ما اوصل 1000 اكس بي عشان تشوفونه بعينكم، وبعدها راح اسرع المقطع عشان ما تملون. وليش ما قاعد تشوفون يا اخوان قربنا نوصل 1000 اكس بي اقل من دقيقه يعني. فصراحه ماب جدا اسطوري. وهذه الطريقه الثانيه بالماب. وخلونا نروح للطريقه الثالثه عشان اوكي الطريقه الثانيه واللي هي انك بس تجي هنا وتمشي، بس تجي هنا وتمشي، بس تجي هنا وتمشي. تشوفون بس تتحرك بنفس هذا. بس شوف يا اخوان هذه الطريقه الثالثه. شوف قاعد يزودك اكس بي لو تلاحظون، ولا نهائي الاكس بي. يعني بس انت قاعد تلف كذا خلاص راح يزودك اكس بي بهذا المكان. طبعا تاكد بهذا المكان. شوف قاعد تلف على طول بس يعني الدور دوران على طول يزودك اكس بي. صراحه يعني اشوفه اقوى جلتش مع انه اكس بي قليل، ولكن شلون يقول في مثل يقول قليل دائم اكثر من كثير منقطع، صح؟ فهذا الجلتش ما اتوقع راح يشيلونه لي يوم يومين كذا. فكلكم تلحقون، كلكم تسووا الطريقه الثالثه، وهذه الطريقه الثالثه عشان تزود اكس بي. اوكي يا اخوان في طريقه ابنوا بنفس هذا الاتجاه. في هنا زر مخفي الان راح نشوفه مع بعض ان شاء الله يطلع لي بسرعه.
طبعا يا اخوان الطريقه الرابعه لازم تبني بهذا الطريقه. اول شيء تبني شو اسمه جدار، بعدين ارضيه، بعدين تجي هنا تمشي فيه هنا زر ان شاء الله يطلع لي عاد. ايوه تشوفون ايوه هذا يا اخوان، شوف واخيرا طلع لي والله. بعد معنا يا اخوان لازم تحطون لايك عشان تعبت. المهم تضغط هنا مربع يدخلك هنا. اوكي بعدين وين نروح يا كينج؟ تروحون دقيقة خلينا نشوف. ايه تروحون بهذا الاتجاه، تروحون بهذا الاتجاه. دقيقة خلينا نشوفكم. تروحون على هذا المكان تمام. اول ما تروح هذا المكان على طول تضغط مربع بعد ستارت، تاخذ الذهب هذا، تاخذ الذهب هذا الكمية اللي تقدر عليها تمام، تاخذها كلها. اوكي كل الكمية تاخذها يا اخوان، كل الكمية عشان يضبط معاك الطريقة الرابعة. بعد ما تاخذ كمية كبيرة من الذهب، تقريبا خذ مليون ذهب ما راح تخسر شيء. خلاص فولت. بعدها تسوي على طول ريسبون، مو اند جيم لا ريسبون عشان يضبط معاك الجلتش. الطريقه الرابعه بالماب واحد يا اخوان 4 طرق تلفيل لا نهائيه اكس بي. فهذه الطريقه الرابعه. طيب الان انت خذيت الذهب تمام، الذهب موجود عندك، وين تروح الان؟ كل ما عليك انك تروح لهذا الاتجاه. اليسار يزود اكس بي قليل، شوفوا 105 اكس بي يزود اكس بي قليل تمام. اما عندك اليمين يزود اكس بي اكثر. الان تشوفون فطريقه جدا مضمونه تزودك اكس بي نفس ما قاعد تشوفون. اللي على اليمين الزرار اللي على اليمين لانه ينقصك ذهب كثير فيزودك اكس بي، يعني كل ما تدفع ذهب اكثر كل ما تزود اكس بي. فانا اشوفها طريقه جدا اسطوريه لتزويد الليفل نفس ما قاعد تشوفون. واكتبوا لي رايكم الناس اللي تجرب هذا الجلتش هذا شغال ومتواجد، واشوفها افضل طريقه اللي هي الطريقه الرابعه بنهايه المقطع خليتها. ليش؟ لان تزودك اكس بي جدا يعني كثير. فراح ازود اكس بي واسرع المقطع عشان ما تملون، وبعدها نشوف وين نقدر نوصل اكس بي. بالنسبة شفتوا بالمقطع زودنا اكس بي عدد جدا كبير. فهذا الماب جدا اسطوري، واتمنى ان المقطع عجبكم وانكم كلكم تروحون تسوون طرق تلفيل. 4 طرق جايب لكم بماب واحد. ان شاء الله يعجبكم المقطع. نشوفكم في المقطع قادم. كان معكم عرس كينج اكس. اذا وصلت لهنا اكتب لي انا نادر بالتعليقات. وبس مع السلامة.